سنة 92 حصل في مصر الزلزال اللي تقريبا غير شكل الحياة في مصر، لأن الأحياء الشعبية في القاهرة هي اللي وقعت في الزلزال، لأن بيوت عجوزة قديمة. وأنا كنت في حوش آدم وشفت بيتي هو بيقع قدام عيني، بقيت واقف أتفرج عليه، ما عنديش أي رد فعل ولا أي إحساس باللي بيحصل، يعني أتفرج وكأني محايد تمام. وبعدين أنا كنت مأجر شقة في منطاي أيام ما كنت هربان من حكم المحكمة العسكرية. كنت أنا اتجوزت أم زينب، خدتها معايا ورحنا منطاي، وحصل الزلزال واحنا في منطاي. وجينا بقى حوش آدم، شفنا البيت وهو بيقع، وقعدت فترة ما خدتش بدل الشقة اللي وقعت، لغاية ما محمود السعداد الله يشفيه يا رب كلم المحافظ، والمحافظ بعت لي عشان اجي استلم هنا في الزلزال. الاول ودوني حاجة اسمها السلام دي في الشرقية، قلت لا ما اقدرش وسبت الشقة، فبعتوني هنا عشان اخد شقة. الغريب ان انا جيت هنا لقيت العيال اللي كنت بروح لهم كلية هندسة في الأمسيات في الجامعة، هم اللي ماسكين المهندسين اللي عاملين ده كله. وكان في حاجة جميلة ما حدش واخد باله منها، هم كانوا بيقعدوا ال 24 ساعة هنا المهندسين، ومفيش اوفر تايم، بياخد مرتبه بس، انما بيقعد 24 ساعة. هم دول المصريين، الوقت الزنقة يتلحموا، وتبص تلاقي بيطلع منهم معجزات. من 92 جيت انا في البيت المذكور ده اللي انا واقف فيه دلوقتي، وقعدت لغايه دلوقتي في وسط الناس. وطبعا كل ما مثلا حد بيجي مثلا تلفزيون مصري عربي اوروبي يجي يصور هنا، بيحسوا بألفة في وسط الناس، يعني هم ما بيبقوش غرب، والناس بيتصرفوا معاهم بشكل باعتبار ان هم مع بعض، يعني عايشين سوا وعارفين بعض سوا. اللي بيجي هنا بيعرف. يعني جات لي عزة وهي بتعمل برنامج اسمه ضي الليل، بنت ظريفة جدا، وقعدت صورتني هنا. وبعدين قالت لي يا عم احمد انا هسألك سؤال بس ما يزعلكش. قلت لها لا ما تزعلش حبيبتي، ازعل من ايه؟ قالت لي انت ايه اللي مقعدك هنا في الحته دي؟ قلت لها طيب انا هجاوبك على السؤال ده بس نشرب الشاي الاول. وقعدنا هنا شربنا الشاي، قلت لها يلا يا عزه انزلي معايا. نزلت، مشينا من قلب السوق اللي احنا فيه ده. هي بقى ربنا اللي عمل كده، الناس متيقظين. كل ما نعدي على فرش من في السوق، ربنا يديك الصحه، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يكفيك شر العيا. فعزة لمح قالت لي ده انت راجل قروب يا عم احمد. قلت لها طب اسيب دول واروح فين؟ اما تبقى قاعد في غابه ومحاط بحب الحيوانات، حتى تبقى تنام امن، ما تخافش من وحش يجي ياكلك وانت نايم. انا في الزلزال هنا بقى لي دلوقتي 13 سنه، وان شاء الله هفضل هنا لغايه ما اطلع من هنا على القرافه بقى، محدش عارف امتى. انا افتكرت دلوقتي وانا بكلمكم عن الناس. انا كنت في سجن القناطر مع الطلبه، وكانوا هم قرروا دبروا مؤامره انهم يضربوا الطلبه، يجيبوا لهم قوات بتاعه الصاعقه دي ويضربوهم في الزنازين، يكسروهم يعني. فما اعرفش مين
فيهم فكر انه يبعدني انا عن حكايه العلقه دي، معرفش خايفين عليا ولا خايفين مني. فنقلوني رحت سجن بني سويف، سجن شبين الكوم. يعني زي رئيس بوش كده مثلا ما يبعت واحد مسجون على الضيعه بتاعته، بعتني رئيس السادات على شبين الكوم. وفي سجن شبين الكوم كان السجون مليانه فقراء زي ما هي عادي، انما كانت مزدحمه لان كان العساكر بتوع 67 القيادات فاتوهم وهربوا وسابوهم في العرى، حابسينهم هنا على اساس ان هم متهربين من الخدمه العسكريه. فكان في كان في 40,000 في السجون المصريه، 40,000 جندي محبوسين على ذمه الحكايه دي. وبعدين كنت قاعد بقى اقرا الرائعه طه حسين الفتنه الكبرى جزئين، والاول علي وبنوه والتاني عثمان. وبعدين انا مش عارف ايه اللي حصل، انا خلصت الجزء الثاني كده، حطيت الكتاب كده ورحت ماسك قلم وكاتب القصيده دي. ما اعرفش ايه علاقتها بالماده اللي في عند طه حسين في الفتنه الكبرى. كل عين تعشق حليوه وانت حلوه في كل عين يا حبيبتي، قلبي عاشق واسمحي لي بكلمتين، كلمتين يا مصر يمكن هم اخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو ما آمن يمشي فين. بستنظرك رغم القساوة في منظرك، لحظة هروبك يا رباب من الحب لما استنصرك. بستنظرك رغم الشتاء والبرد والرعد المخيف، بستنظرك في الشارع المشغول بأوحال الرصيف، بستنظرك رغم الشتاء والبرد والرعد المخيف، بستنظرك في الشارع المشغول بأوحال الرصيف. أنا أصلي حاسب موعدك وعارف اللي بيبعدك، وأنا اللي خابر تبقي مين، وأنا اللي صابر من سنين وبعدلك بالثانية عمري، وأعدلك مطرح في بستان الأمل وبمدلك، وفي كل خطوة أمدلك إيدي اللي شققها العمل. مدي الخطاوي يا حبيبتي وقدمي، إن كنت خايفة من الطريق اتبسمي يا شمس يلي ضحكتك قمر ينور سكتك. أنا اللي عشقك عزني وانت اللي عشقي ستتك. بستنظرك يا جرحي يا حلمي العنيد، بستنظرك يا مصر يا حبي الوحيد. وهتيجي يوم وتصدقي عشقي الأصيل وتحققي حلمي الجميل وتزوقي عمري اللي ضاع. بستنظرك. وكل عين تعشق حليوة وانت حلوة في كل عين يا حبيبتي، قلبي عاشق واسمحيلي بكلمتين، كلمتين يا مصر يمكن هم آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين. شابة يم الشعر ليلي والجبين شق النهار، والعيون بحرين أماني والخدود عسل ونار، واللوالي في ابتسامتك يحكوا أسرار المحار. يلي ساكنة القصر عالي امتى يهنالي المزار، كلميني يا صبية طال عليا الانتظار، كلمتين يا مصر يمكن هم آخر كلمتين، حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين. قصرك المسحور غلانه أغبى من دود الغيطان، بعد مص الغصن الأخضر ينحتوا عظم العيدان، واللي خلى الأرض خضرة
واللي خلى الدار امان، عاش بجوعه ومال وجوفه ومات بخوفه من الغيلان. روح الغلبان ما قالش عن شقى العمر اللي كان، كلمتين لمصر يبقوا هم آخر كلمتين. حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين؟ آدي كلمة من عذابي قلتها لك، باقي كلمة من حنيني صنتها لك في الضلوع من دنيا ظلمة. كنت خايف يلمحوها يقتلوها في سكة ضلمة، شقشقت والنور بشاير زهرة الصبار يا سلمى. يا نسيم الشوق يا طاير خد لمصر الصبح كلمة، طول ما يبقى الركب ساير بالبصاير والعينين يبقى ضامن يمشي آمن، يبقى عارف يمشي فين. آه آه يا وجعي، آه يا وجعي المزمن، آه يا وجعي الجميل، يا جرحي الجميل يا مصر يا جميلة. هفضل استنظرك وانا ما بتعبش من الاستنظار، ما انا فلاح مصري. ما الوقت بالنسبه لي مش اي نظريه.